اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الكشري المصري كلنا بنحبه بس بنستصعب ان احنا نعمله في البيت. ان شاء الله النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. حطي لايك للفيديو واعملي شير ويلا نشوف هنعمله ازاي. نبدا ونسمي الله. اول حاجه معايا الحمص بتاعي، انا نقعاه ساعتين، والعدس بجبه شطفه سريعه كده وسبته في الميه بتاع ربع ساعه. اول حاجه بقى هنزل بالعدس بتاعي واغطيه بكميه الميه المناسبه ليه، وهنزل عليه بمعلقه كمون وارفعه على النار. هجيب بقى حله تانية هنزل برضو بكميه الحمص بتاعي واحط الميه المناسبه ومعلقه كمون وارفعه برضو على النار. كده احنا خلصنا من اول حاجه بتاخد وقت معانا طويل. هاجي بقى كميه البصل اللي انت بتحبيها، الكشري بيحب البصل الكتير. قشري بقى كل كميه البصل بتاعتك دي. انا بقى خلصت كل كميه البصل، هغسلها غسله كويسه. قطعيها بقى جوليان، قطعيها مكعبات اللي انت تحبيه، الشكل اللي انت بتحبيه قطعي بيه وسهلي على نفسك. انا خلصت كل الكميه بتاعه البصل بتاعتي. هجيب معلقتين 3 كبار دقيق، هغلف بقى البصل بتاعي كده بالدقيق. شويه الدقيق اللي انت حطيتيهم على البصل ده هيخلي لك البصل مقرمش. تعالي بقى هنا العدس بتاعي استوى، الحمص لسه مستويش، هزوده شويه ميه سخنه واسيبه على نار هاديه. الحمص بياخد له بتاع ساعه في التسويه. هجيب بقى الطاسه بتاعتي وهنزل بكميه الزيت المناسبه، هبدا ان انا احمر فيها البصل. انا الزيت بتاعي كده لسه ما سخنش، انا عايزاه سخن جامد. هنزل بقى بكميه البصل بتاعتي، ايدي مستمره في التقليب عشان كله ياخد لون واحد. البصل بتاعي كده خد اللون الجولد. هجيب بقى صينيه واجيب ورق مناديل وهبدا ان انا افرد عليه البصل. في نفس الطاسه بقى هشيل منها كميه الزيت الكتيره، هاخد كميه زيت مناسبه لكميه الصلصه بتاعتي. هصفي بس الزيت لو في حاجه من البصل. هنزل بقى بمعلقه كبيره توم مفروم، يا دوبك بس تاخد معايا اللون الجولد. هنزل بمعلقتين معجون صلصه. لو انت حاسه ان الطماطم بتاعتك مش حمراء قوي، انا الطماطم بتاعتي ما كانتش حمراء قوي فحبيت ان انا انزل عليهم بمعلقتين معجون صلصه. وبعد كده كنت ضاربه طماطم في الخلاط ومصفياها. هبهر بقى ملح وفلفل اسمر واسيبها تتسبك. اول ما الطماطم بتاعتي تتسبك والايدين بتاعها يطلع كده على الوش، هنزل عليها كوبايه كبيره ميه عشان احنا مش عايزين الصلصه تقيله قوي. كده احنا خلصنا الصلصه. نعمل بقى الرز. هنجيب كميه زيت 3-4 معالق زيت، هننزل بشويه شعريه. اول ما الشعريه تاخد معاكي اللون الجولد، انا غاسله الرز ومصفياه. هنزل بقى بالرز اغلفه. هغلف بقى الرز بتاعي بالماده الدهنيه كويس قوي. هنزل بقى بكميه الميه المناسبه للرز بتاعي. هظبط بقى الملح، هسيبه بقى على نار عاليه ياخد غلوه وبعد كده هنقله على نار هاديه. حله بقى فيها ميه بتغلي، هنزل بالمكرونه اللي انا حباها. انا هنا مستخدمه المكرونه الاسباجيتي ومكرونه عقل صغيره. هديهم بقى وقت التسويه بتاعهم من 5 ل10 دقايق. انا المكرونه بتاعتي استوت، شلتها شطفتها شطفه سريعه وسبتها في المصفى. هنا هنعمل الدقه مع بعض. انا هنا هعمل دقه الشطه. هجيب معلقتين 3 زيت وهنزل بكميه الشطه اللي انا حباها، يا دوبك تطلع ريحتها كده وتاخد غلوتين كده انتي خلصتي الدقه بتاعتك. نعمل بقى دقه الثوم. هنجيب كوبايتين ميه، نص كوبايه خل، معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقه كمون. ظبطي الملح بتاعك كده انتي عملتي دقه الثوم. كده انا هظبط الملح بتاعي، حسيت ان انا عايزه شويه ملح هزودها كمان شويه ملح. كده احنا عملنا الكشري بطريقه سهله وبسيطه. نبدا نغرفه مع بعض. انا هغرف شكلين معاكي، ممكن تعملي اشكال كتيره.
ان شاء الله تجربي الطريقه، ما تصعبيش حاجه على نفسك. كده انا عملت اول شكل معاكي. هنا بقى احنا هنعمل الشكل اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا هنحط المكرونه في الاول، بعد كده نحط الرز، بعد كده نحط العدس، الصلصه. هنزل بقى بالحمص بتاعي. ان شاء الله تجربي الطريقه ويعجبك. انا كده خلصت الطبق بتاعي، وحبيت ان انا اجيب بولات اقدم فيها الصلصه والبصل والدقه والحاجات دي. اللي حابب يضيف على طبق حاجه زياده تبقى الحاجات كلها متاحه ليه. ان شاء الله تجربي الطريقه وتعجبك. ولو عجبك الفيديو متنسيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات. وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد.